جو فايرال. عندنا تركات كانت في النص يمكن وقعت منكم وانتوا ماشيين، والنهارده ناخد تركايه صغنونه وهي ايه الجدران السميكه اللي للحمايه اللي عدت عليك في التكاثر. رقم واحد كان جدار سميك حول جسم الكائن الحي، وده شفناه حول الاميبا، كان اسمه غلاف كايتيني، ويا ريت تاخد بالك انه حول الاميبا بس. تاني جدار سميك كان جدار سميك حول جرثومة الكائن الحي، الكائنات المتكاثرة بالجراثيم. اشهر مثال ليها عفن الخبز، عيش الغراب، الفوجير، الكائنات اللي عندها الجراثيم. تالت جدار سميك، ويمكن ده كان الحاجة الغريبة اللي عمرنا ما شفنا زيها تاني، جدار سميك حول لاقحة الكائن الحي، ويمكن ده الكائن الوحيد اللي بيحيط بكده. هو كانت الكائنات اللي بتعمل الاقتران حول الزيجوسبور، وكانت موجودة معانا الزيجوسبور دي. عندك مثلا السبايروجيرا، عندك برضو مثلا البراميسيوم، عندك عفن الخبز. رابع جدار كان حول مشيج الكائن الحي، وده كان حول الحبوب اللقاح للنباتات الزهرية. هل في تاني يا دكتور؟ لا، حتى الآن لغاية دلوقتي انت ما عندكش غير دول الاربع جدران سميكة. حبيت بس يعني انوه عنهم سريعا معاك بحيث ان تفضل التركاية دي محفورة جوه دماغك من هنا لغاية لما نخلص فصل التكاثر. يا ريت تبقى مفرغ معايا الحاجات دي اول باول، عشان الحاجات دي بتفرق لما بيجي لك بعد كده سؤال في امتحان جزئي او شامل او حاجة زي كده. اجمد يا دكتور.